البحر المتوسط فيه انواع كتير جدا جدا من المحاريق، نقدر نقسمهم على 4 مجموعات. المجموعه الاولى هي عيله اسماك الجيتار والمعروفه باسم المحرات الحر، وفي منها نوعين في البحر المتوسط، واكتر حاجه بتميزها ان راسها راس محرات وجسمها جسم قرش. المجموعه الثانيه هي عيله الستينجراي والمعروفه باسم المحرات بقره او البقر، ودي في منها 9 انواع في البحر المتوسط على الاقل، واللي بيميزها ان بيكون جسمها واخد استداره كامله وبيكون سميك، ولما تلاقيها في السوق بتلاقي دايما ديلها مقطوع لان بيكون اصلا في شوكه بارزه منه والشوكه دي سامه، فاول حاجه بيعملوها بعد صيدها على طول قطع الديل. المجموعه الثالثه هي عيله السكيت، دي البعض يطلق عليه بقره والبعض منها ليه اسامي مخصوص زي المحرات منديل اللي اتكلمنا عنه قبل كده، ودي في منها 18 نوع في البحر المتوسط على الاقل، واكتر حاجه بتميزها ان شوك الديل بيكون صغير ومنتشر على الديل، وان جسمها سفيف واحيانا بيكون ليها بوز من قدام. العيله الرابعه وهي عيله التوربيدات المعروفه باسم المحرات الرعاش او الرعاد، دي في منها 5 انواع في البحر المتوسط، وهناخد مثال على واحد منهم النهارده ونتكلم عنه بالتفصيل. طبعا احنا حصرنا المحاريت في 4 مجاميع عشان خاطر تكون الفكره مبسطه للناس العاديين اللي زينا اللي هم مش متخصصين في المجال، لكن المحاريت في البحر المتوسط عددها اكتر من 40 نوع. في انواع ما جبناش سيرتها خالص زي محرات الشيطان والمشهور بقرونه، وطوله بيعدي ال5 متر ووزنه ممكن يوصل لطن ونص. تعالوا بقى نبدا في محتوى النهارده اللي هو المحرات الرعاد او الرعاش. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بيكم في قناة السمك في اسكندرية، معاكم عمرو ابو الوفا، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن المحرات الرعاش او الرعاد. بس قبل ما نبدا في محتوانا خلينا افكرك بالايه اللي بتقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. دعاء لاهل غزة يا جماعة لان اجتمع فيهم الجهاد والصبر، مع ان الثمن اللي دفعوه غالي جدا، وهي ان ارضهم بقت حرفيا مسقية بدماء الشهداء. أول واحد اخترع التوربيد هو العالم المسلم حسن الرماح، ده كان في القرن ال13 الميلادي، وكان في الأول شكل التوربيد مستوحى من شكل البيضة، لحد القرن ال18 وبدأ عالم اسمه روبرت فولتون يطور في شكل التوربيد وبدأ يستوحي شكل التوربيد من شكل محرات الرعاد. عشان كده اسم المحرات الرعاش ارتبط بالتوربيدات وبقت عيلته كلها اسمها عيلة أسماك التوربيد. في منها 5 أنواع في البحر المتوسط، أشهرهم نوعين: النوع الأول اللي هو عليه 5 دواير كده من فوق، النوع الثاني اللي معايا اللي بيكون من فوق لونه غامق، ممكن لونه من فوق يوصل لدرجة السواد، ومعروف باسم توربيد الأطلسي. على فكرة المحرات اللي أنا مصوره طالع مش غامق قوي لأن هو قعد كتير جدا على فرشة البياع وأنا أصلا اشتريته بالليل، غير إن هو أصلا سنه صغير فملحقش يلون. سمكة المحرات الرعاش أكتر حاجة بتميزها إن جسمها عريض من قدام واخد استداره ورشيق من ورا وشبه القرش شويه، حتى عليه زعنفتين من فوق شبه سمكه القرش، عينيها الاثنين من فوق وبقها من تحت، وهتلاحظ حوالين البق يمين وشمال ان في نقط كده. النقط دي عباره عن اشكال سداسيه شبه بتاعه خلايا النحل بس هي طويله، بمعنى اخر النقط دي كلها عباره عن انبوبات سداسيه الشكل. طبعا وواضح من شكل السمكه ان في منها عدد كبير، تقريبا بيكون في حوالي 1025 لحد 1080 انبوبه من دول، وعاملين كده بقطرهم وعددهم اكن في كليتين كده على جنب السمكه يمين وشمال. طب ايه بقى دول اساسا؟ يعتبر كل عمود سداسي من دول يعتبر بطاريه، مع عددهم الكبير وشكلهم وتجمعهم كده هو ده الجهاز الصاعق بتاع السمكه، بيضرب بقوه من 50 فولت ل 220 فولت، يعني زي كهرباء البيت. طبعا بتعمل صاعقه قويه جدا لكنها لا تقتل، ولكن بتسبب ان الفريسه او اللي هي بتدافع عن نفسها منه ان هو يفقد وعيه ويتسبب له في الم شديد. واخر علامه مميزه ليه ان في منطقه الصدر كده هتلاقي 5 فتحات خيشوميه يمين و5 شمال. المحرات الرعاش موجود على الجانب الغربي للقاره الافريقيه من اول الجنوب تحت خالص لحد فوق شمال اسكتلندا، بما في ذلك البحر المتوسط، وكمان موجود في المنطقه اللي بين امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. محرات الرعاش هو ولود مشيمي، بمعنى ان الانثى بتحتفظ بالبيض جواها لحد ما يفقس، وبعد ما يفقس بتفضل الصغار جواها وبتتغذى على صفار البيض، وبعد كده بتكمل تغذيه على حاجه اسمها حليب الرحم. مده الحمل بتكون سنه كامله، وبعد كده الانثى بتضع 60 صغير بيقولوا عليهم جراء او جرو، بيكون طولهم وقت الولاده 23 سم، عشان كده بقول لك اللي معايا ده لسه صغير خالص. بعد كده الذكور بتوصل للبلوغ عند طول 55 سم، اما الاناث بتوصل للبلوغ عند طول 90 سم، واقصى طول مسجل ليه هو 180 سم وكان وزنه 90 كيلو. المحرات الرعاش سمكه هاديه، بتبقى عايشه منفرده وبتبقى بالنهار كده قاعده على الرمله، وممكن تكون دافنه نص جسمها بالرمله. طبعا نادرا لو حد من المفترسات فكر ان هو يهاجمها، لانه بكل بساطه عمل انتحاري، لانها اول ما بتحس بالخطر بتصدر كهرباء بشكل تلقائي. الكهرباء دي عباره عن نبضات الفاصل بينها 3 من جزء من 100 من الثانيه، يعني هات الثانيه قسمها 100 جزء، بعد كده خد 3 اجزاء بس من 100 جزء من الثانيه، هي دي الفاصل بين النبضه والنبضه. اقل حاجه 12 نبضه، وممكن يوصل عددهم ل 100 نبضه، غير انها لو مستريحه واكله كويس بيكون الفولت من 170 لحد 220 فولت. ولما يجي الليل تبدا تنشط وتتحرك على اعماق من 10 متر ل 150 متر. لكن في جانب مظلم كده من حياتها، وان هي احيانا بتهاجر لمسافات طويله جدا، احيانا بتنزل تقعد على منحدرات على اعماق فوق 900 متر. بالنسبه للصيد لا يتم استهداف المحرات الرعاش ابدا في الصيد، ولكن بيطلع في الصيد العارض، يعني بيطلع بالغلط، وده لان لحمه
طعمه لا يؤكل، هو عامل زي الجيلاتين كده بتاع الكوارع، بس هو ما فيهوش دهن ولا فيه طعم. وانحصر استخدام المحرات الرعاش طول عمره في الاستخدامات الطبيه زي علاج النقرس والصداع والشلل الرعاش، بس طبعا كل ده في الطب كلاسيكي، واحيانا كان بيكون لزيت الكبد بتاعه اهميه اقتصاديه، اما هو حاليا بيستخدم في ابحاث الطب الحيوي فقط. يا رب المحتوى يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلي.